يعني ايه ماليش اصل؟ يعني ايه ماليش هوية؟ كل ده ظهر لما ابويا وامي ماتوا بعد 25 سنة. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم قصة جديدة. وللي لسه ما يعرفنيش، انا مريان. وما تنسوش لو قصتنا النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في قصة النهاردة. خلوني احكي لكم الحكاية من الاول. انا اسمي مي، اتولدت وتربيت في بيت هادي جميل. اسرتي بتتكون من امي الجميلة ربة منزل، وابويا المحامي المشهور محسن النجار، واختي اكبر مني ب5 سنين. وانا افتكر ان انا كان عندي وقتها 5 سنين. بنلعب انا واختي سالي عادي خالص. بس بقى، دي عروستي انا وما تلعبيش معايا تاني. بس انا عايزه العب معاكي. قلتلك لا، مش هتلعبي معايا، امشي بقى من هنا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا مي، انت بتعيطي ليه؟ يا ماما، سالي مش عايزاني العب معاها. ليه يا سالي كده؟ العبي مع مي اختك. لا، مش عايزاها تلعب معايا، وهي مش اختي اصلا. ووقتها دخل بابا الأوضة وزعق وقال: ايه يا سالي اللي انت بتقوليه ده؟ حسابي معاكي بعدين. تعالي يا مي نلعب انا وانتي. ايه، ماشي يا بابا، يلا بينا. وقتها انا ما كنتش فاهمه الكلام ليه، لان سالي اختي مش عايزاني العب معاها. بابا اخدني وخرجني، وماما قعدت مع سالي وفضلت تتكلم معاها. واول ما رجعت انا وبابا من بره جريت على سالي: سالي يا سالي، ما تزعليش، انا جبتلك عروسه وانا كمان عروسه علشان نلعب مع بعض. ماشي يا مي، انا كمان اسفه ان انا زعقتلك وزعلتك، ويلا نلعب مع بعض. والخناقه الصغيره ما بينا اتنست، لكن سالي عمرها ما نسيتها. كانت بتمثل قدام بابا وماما انها بتحبني، لكن في الحقيقه هي كانت بتكرهني، وانا ما كنتش عارفه ايه السبب. وكبرنا سوا وانا بحاول اتجنبها قدر المستطاع علشان ما نتخانقش، لحد ما في يوم ظهرت نتيجه الثانويه العامه بتاعت سالي. يا بابا يا ماما، أنا نجحت وجبت 99%. يا ما أنت كريم يا رب. مبروك مبروك يا حبيبتي، يا حبيبة قلب بابا. مبروك مبروك يا حبيبتي. يا ما أنت كريم يا رب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. مبروك مبروك يا سالي يا قمر، يا رفع راسي. أيوة بقى يا سالي، ألف مبروك يا حبيبتي، عقبال الدكتوراه بقى، وافضل اتفشخر بيكي وافضل اقول انا اخت الدكتورة، انا اخت الدكتورة، انا اخت الدكتورة. وقتها سالي ما ادتش لكلامي اي اهتمام، وطلبت من بابا وماما انها تخرج مع اصحابها تحتفل معاهم، وهم وافقوا. ولما جت بالليل سألتها: ها يا سالي، نفسك تدخلي كلية ايه بقى؟ وانتي مالك انتي؟ ادخل اللي انا عايزاه، انت هتعملي راسك براسي؟ انت واحدة فاشلة بتنجح بالعافية يا ماما، فوقي لنفسك. ويلا سيبيني علشان عايزة اقعد لوحدي. وسبتها فعلا ومشيت، وكمان سبت دموعي تنزل. انا مش شاطرة زيها، بس هي ليه على طول بتعاملني كده؟ بتستغل اقل فرصة علشان توجعني بكلامها وتقلل مني. يمكن ما كنتش شاطرة زيها في الدراسة، لكن انا بعرف ارسم حلو قوي. لكن هي شايفة ان كمان الرسم ده حاجة تافهة. ومرت الايام والسنين، وانا عمري ما نسيت كلامها، لان الوجع جه من اقرب شخص ليا وهي اختي. وجه يوم نتيجة الثانوية العامة بتاعتي، كنا كلنا قاعدين في الصالة والنتيجة ظهرت، بس أنا سكت. لقيت بابا بيقولي: إيه يا مي، ساكتة ليه يا بنتي؟ مالك؟ ما تقولي يا مي، شلتي كام مادة المرة دي؟ ما تتكسفيش، ما احنا كلنا عارفين اللي فيها. بس يا سالي. إيه يا مي يا حبيبتي، طمنينا، عملتي إيه؟ نجحت، لكن مش مجموع عالي، يا دوب نجحت بالعافية. يا شيخة خضتيني. ألف مبروك يا حبيبة بابا. مش مهم المجموع، أهم حاجة إنك نجحتي وكبرتي وهتخشي الجامعة. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. أيوة بقى، بنوتي الصنطوطة كبرت وهتخش الجامعة. مبروك مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك، عقبال كده ما أشوفك انتي وأختك في بيت العدل يا رب. وقتها استغربت وفرحت إن بابا وماما فرحولي، وكأني طلعت الأولى على الثانوية العامة. مش جايبة 65%، لكن لقيت سالي بتقولي: 65%؟ ودي هتدخلي بيها ايه ان شاء الله؟ ده حتى معهد مش هتعرفي تدخليه،
أنا من رأيي توقفي دراسة لحد هنا، أحسن لك. كفاية تعب، انت كده كده أصلا ما بتمشيش في الدراسة. وانت مالك، هي تدخل ايه؟ هي تشاور على الكلية اللي هي عايزاه وأنا عنيا ليها. هو انت اللي هتدفعي لها المصاريف؟ عيب تقولي كده لأختك. ربنا يخليك ليا يا رب يا بابا، وما يحرمنيش منك أبدا. وقتها فرحت قوي إن بابا رد عليها، لكن كان لسه عندي سؤال جوايا، هي ليه بتعاملني كده؟ لكن نسيت وركزت في مستقبلي. بابا كان عايز يدخلني كلية فنون جميلة خاص، لكني وقتها رفضت وقررت أدخل معهد الفنون المسرحية قسم ديكور واشتغل على موهبتي معاه. وكانت الأيام بتعدي وهي في كل فرصة تقلل مني بكل شكل من الأشكال. ايه ده؟ انتي بترسمي؟ اه صح، انا نسيت ان انتي في كلية فنون مسرحية. هي كليتك دي ليها مستقبل اصلا؟ اهو بتضيعي وقتك وفلوس بابا وخلاص. هو انتي ليه كده يا سالي؟ اني اشطر وانجح منك يعني؟ لا. ليه بتكرهيني وجواكي كل الغل والحقد ده ليا؟ اقولك الصراحة، اه، انا بكرهك. من اول يوم شفتك فيه وانت بقيتي بتشاركيني في كل حاجة، الأوضة، اللبس، وفي المدرسة يقولولي هي أختك أحلى منك. حتى دلع بابا وماما بقى ليكي انتي وبس. انتي اللي على الحجر، وانتي مش من حقك أي حاجة من كل ده. أيوة، بكرهك يا مي لحد آخر يوم في عمري. هفضل أكرهك. بس أنا عمري ما عملتلك حاجة وحشة يا سالي. انتي أختي الوحيدة وانا ماليش غيرك وبحبك. ليه الكره اللي في قلبك ده من ناحيتي؟ لا بصي، الدمعتين دول ما يمشوش عليا، والصعبانيات اللي انتي بتعمليهم دول تروحي تعمليهم على بابا وماما، هم هيصدقوكي. انما انا عمري ما هصدقك، وعمر شعوري من ناحيتك ما هيتغير. ايوه يا مي، بكرهك واقولك انت هتفضلي طول عمرك فاشلة، وعمرك ما هتنجحي ابدا. سامعاني؟ عمرك ما هتنجحي ابدا يا مي، هتفضلي فاشلة. وسابتني ومشيت، وانا ما قدرتش ارد عليها. كان نفسي تكون اختي وصاحبتي، لكنها بنت اسوار هتفضل ما بينا طول الوقت. وقتها دخل عليا بابا الأوضة ولقاني بعيط. ايه ده يا ميول، انت بتعيطي ليه يا بنتي؟ لا يا بابا، مفيش، خايفة بس من امتحانات الميد ترم. طيب يا حبيبتي، مش لدرجة العياط كل ده. وبعدين انا فرحان ببنتي الموهوبة في الرسم، وجاي اقول لها على مفاجأة، الاقيها بتعيط كده. لا 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 يا بابا، انا ولا بعيط ولا حاجة اهو. قولي بسرعة، ايه هي المفاجأة؟ دلوقتي ما بتعيطيش؟ ماشي يا ستي. بصي، انا كان عندي موكلة في المكتب معاها اتيليه وبترسم فساتين وكده، وسألتها لو تعرف اماكن بتدي كورسات. قالت لي انها هي بنفسها بتدرب كذا بنت، وحكت لها عليكي وقالت لي خليها تيجي تحضر المحاضرات معايا. بجد؟ بجد يا بابا؟ لا لا لا، احلف كده طيب. بنت؟ ايه احلف دي؟ هو انا هكدب عليكي يعني؟ لا 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 لا، ما اقصدش والله يا حاج. شكرا شكرا جدا يا بابا، يا احلى اب في الدنيا، ربنا يخليك ليا يا رب. وبدأت صفحة جديدة في حياتي، وانا بمشي اول خطوة في حلم حياتي، اني اكون مصممة ازياء. واتفاجئت جدا لما رحت مع المدربة ديت وقالت لي قد ايه انا موهوبة، وان هي شايفاني ان انا في يوم من الايام هقدر اكون مصممة ازياء ناجحة وشاطرة. وكنا وقتها في نهاية السنة الدراسية، أنا لسه في سنة تانية وسالي آخر سنة ليها في كلية الطب. لقيت بابا عامل لنا اجتماع، أنا وهي وماما، وإحنا كنا قاعدين معاه وقتها مش فاهمين أي حاجة. بصوا يا بنات، أنا النهاردة جاية أقول لكم على حاجة مهمة جدا. خير يا بابا، أنت كويس يا حبيبي؟ اه يا حبيبتي، ما تقلقيش، أنا بس عندي ليكم مفاجأة صغيرة أو خبر. بما إن دكتورتنا آخر سنة ليها في الجامعة، قررت إني هفتح ليها عيادة علشان أول ما تتخرج يكون ليها مكان موجود تشتغل فيه. وفي المقابل هحط للفنانة بتاعتي مبلغ موازي لتكاليف العيادة بالظبط باسمها في البنك، علشان ما أكونش ظلمت فيكم حد، وأكون مطمن عليكم بعد عمر طويل يا رب. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديلك طولة العمر ويخليك لينا. أهم حاجة إن أنت تبقى في وسطينا يا حبيبي. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديلك طولة العمر. أهم حاجة إن أنت معانا. ربنا يخليك لينا يا حبيبي وما يحرمناش منك يا رب. وعدت الأيام بعد كده بسلام. أنا مركزة في دراستي، وسالي بدأت شغل في العيادة، وبابا في شغله.
وخلاص وصلت لآخر سنة في الجامعة، وكان الخبر الصادم إن بابا اتوفى وسابنا إحنا التلاتة لوحدنا نواجه الحياة، والأيام من بعده عشناها بحزن وتعاسة، وكأن بإن هو مشي أخد معاه الروح والضحكة وكل حاجة، وكلنا بقينا عايشين من غير روح. وبعد 3 سنين من وفاة بابا ماما كمان حصلته، سابتنا أنا وسالي نواجه الحياة لوحدنا، لحد ما اتفاجئت في يوم بسالي جاية تديني ورق وهي بتقولي بكل قسوة: خدي، ده اللي بابا وماما كانوا مخبينه عليكي، وجه الوقت إن انت تعرفي انت مين. ايه الورق ده يا سالي؟ شهادة ميلاد وشهادة وفاة. مين دول؟ دول يبقوا انت يا مي. أنا أنا إزاي؟ انت اسمك الحقيقي سعاد طه حسين، مش مي محسن النجار زي ما انت فاهمة. ايه يا سالي الهزار البايخ بتاعك ده؟ سعاد طه حسين؟ مين دي أصلا؟ أنا ولا بهزر ولا حاجة، انت مش أختي، انت بنت ست بابا الله يرحمه كان بيترافع عنها ووصيته عليكي لأنك كنت بنت وحيدة، وباباكي ميت يعني ملكيش أصل ولا فصل. مامتك الحقيقية اللي هي كانت مسجونة أصلا معاشتش كتير وماتت وهي في السجن، وبابا علشان كلمته ليها أخدك وكتبك على اسمه، وكمان سهل إنه يعمل كده بعلاقاته، وقال يربيكي معانا وتدخلي تتعلمي في أحسن مدارس مكنتيش أصلا في حقيقتك تتعلمي فيها، وعشتي حياة مش من حقك تعيشيها، وده كان سبب كرهي ليكي. من غير وجه حق جيتي أخدتي كل حاجة لنفسك، حرمتيني وشاركتيني في حاجة ملكيش حق فيها، فكفاية قوي كده، ويا ريت تلمي كل حاجتك وتمشي من هنا خلال أسبوع. وطبعا ما تسأليش على ورث لأنك مش أختي، مش بنت محسن النجار، لأن ده بابايا. بابايا أنا يا مي، قصدي يا سعاد. وكفاية الفلوس اللي بابا الله يرحمه حطها لك في البنك من غير ما تستحقي، مش هطلبها اخدها منك، خليها لك علشان تعرفي تعيشي بيها. وبعد ما قالت اللي قالته سابتني ومشيت. فضلت قاعدة مصدومة، مش عارفة اللي سمعته منها ده حقيقي ولا كذب. يعني ايه؟ يعني ايه بعد 25 سنة تيجي أختي تقولي إنها مش أختي، وإني لقيطة ومليش أصل ولا فصل؟ ويعني ايه لقيطة أصلا؟ يعني ايه ماليش أصل؟ يعني ايه ماليش هوية؟ كل ده ظهر لما أبويا وأمي ماتوا بعد 25 سنة. ماليش أصل ومشيت بعد ما سمعت الكلام ده، وأنا مش عارفة ايه الحكاية، ما بقتش عارفة أعمل ايه أو حتى أستوعب حياتي. فضلت أدور على أصل حكايتي، اللي طلع كل كلمة سالي قالتها لي صح، وأنا ماليش أصل أو حتى هوية. اضطريت إن أنا أجر شقة صغيرة على قدي، وأنا مش عارفة أنا مين فيهم، وعايشة بمين فيهم. أنا مي محسن النجار ولا سعاد طه حسين؟ أنا حتى معرفش مين سعاد دي. أنا طول عمري مي، يمكن أكون اتكتبت الأسبوع لسنة سنتين باسم سعاد، لكن أنا حقيقي معرفهاش. اكتئبت الفترة مش عارفة هي قد ايه، مصدومة ومتلخبطة، لحد ما افتكرت تعب بابا فيا وسهر ماما عليا. عمري ما هضيع 25 سنة تعبوا عليا فيهم علشان ورقة مكتوب فيها اسم ناس أنا معرفهمش. وقمت ولبست وأنا عارفة أنا رايحة فين. ايه ده؟ انتي بتعملي ايه هنا؟ ما تقلقيش، مش هاخد من وقتك كتير، وعلى فكرة أنا دافعة كشف علشان أقدر أخد من وقتك 10 دقايق، وأوعدك مش هتشوفيني تاني. خير، عايزة ايه تاني؟ يمكن يكون معاكي حق في إحساسك إني أخدت بابا وماما منك، لكنك ما قدرتيش تشوفي إن ممكن يكون ربنا بعتلك أخت تكون معاكي في وحدتك. بس على فكرة مش أنا السبب في كرهك ليا، وأنا أصلا ما كنتش أعرف. أنا كنت مبسوطة وفرحانة بيكي وليكي، وإن أنا ليا أخت في وقت الشدة هتسندني، مش هتعايرني بحاجة عمري ما كنت أتخيلها، وما كانتش بإيدي أصلا، إني مش من نفس الأب والأم. كنت فخورة بنجاحك كأني أنا اللي نجحت، لكن انتي كان حبك لنفسك عميكي عن حبي ليكي، وأنا بصراحة عذراكي. بس أنا مش جاية أقولك كل اللي فات ده، جاية أقولك على حاجة واحدة. آخر مرة كلمتيني فيها قلتيلي إن أنا ماليش أصل، بس أحب أقولك إني مش زي ما انتي قلتي. أنا أصلي إن أنا بنت محسن النجار، هو اداني أصل وهوية، وعرف يرسم لي حياة ويعلمني عيشها من بعده. مش مهم أبويا اللي أنا جيت منه أصله إيه
أو هو أصلا كان مين، لأن أبويا الحقيقي اللي رباني، وهويتي الحقيقية إن أنا بنت محسن النجار اللي هعيش بيها وهفتخر بيها طول عمري. وعمري ما هنسى المبادئ والتعليم اللي أنا اتعلمتها منه، لأن هو عرف يربيني صح. سلام يا سالي. وسبتها ومشيت زي ما سابتني ومشيت، وقدرت أحقق حلمي وحلم أبويا، وبقيت أشهر مصممة أزياء مش بس في مصر، لأ، في العالم. وأنا دلوقتي بكلمكم من عرض الأزياء بتاعي في أسبوع الموضة من باريس. اوعي تنسي حلمك أو تتخلي عنه أو تخلي حد يحبطك. طول ما انت بتحلمي هتقدري تمسكي النجوم بإيديكي زي ما أنا مسكتها بإيديا. ما تسمعيش لأي كلمة إحباط أو فشل أو إن انت ملكيش أصل أو هوية، لأن هويتك أخدتيها من أبوكي ومن المبادئ اللي عشتيها، وحلمك اللي انت حلمتيه هو دي هويتك، ولازم تحققي الهوية دي. لازم توصلي لحلمك مهما كانت العقبات قدامك. كده نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك، واستنوني في قصة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.